This country is at war with you and you and you and you and you and you. أن هذه المنطقة، أنا بقول أن هذه المنطقة ستشهد حربا عالمية ثالثة. استيقظوا يا أشرار التاريخ. يا نهار اسود. ما بين عام 2020 وما بين عام 2025 تقريبا، عشان انا ما اقدرش اكذب عليك، انا راجل كوريكتو. إيران ضرب مقر القنصلية الإيرانية في دمشق. وزير الخارجية الإيراني تصريحات نارية. يا عزة وين مسيو هارون؟ انت فين يا عزة؟ مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث خيارات الرد على إيران، وبن غفير بيقول علينا أن نرد بجنون. لو الراجل ده جد، لو الراجل ده يقصد ما يقول في تصريحاته، الحرب العالمية الثالثة هتبقى المنطقة بتاعتها واضحة جدا، هتيجي من الناحية التانية، الناحية الشمالية، قادمة من انجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى. يبقى الحرب العالمية ممكن تكون هنا يا عم توفيق؟ لا مش ممكن، ده أكيد. دليلك إيه؟ أقسم بالله تحدث. تخيل بقى إن أنا بقسم بالله تحدث. اللي ما يعرفش ومش عيب، اما احنا عارفين احنا بنقول ايه. روسيا النهارده والاعلام الروسي نشر القائمه الكامله للدول اللي روسيا بتعتبرها غير صديقه. ماذا يحدث لنا هنا في بلدنا وفي منطقتنا وفي اقليمنا لو نشبت حرب عالميه؟ بس واتس فور مي ان ات، انا فين في ايه في الحكايه دي؟ انا عليك مش فاهم انجليزي. هي يا جماعة الحروب العالمية لا تبدأ عالمية، ولكن تبدأ حرب بين دولتين، ثم تصبح إقليمية، ثم تصبح عالمية. الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية. هل نحن مقدمون على حرب عالمية ثالثة؟ فرقعت وطرقعت صواريخ العيد اللي حصلت امبارح دي يا جماعة من إيران على إسرائيل، أنا بشوف إنه ده ضحك على الدقون. قولي له بقى ان اسم عزة مهمة قوي بالنسبة لي. هل حققت إيران أهدافها عبر هذا الهجوم؟ نعم، يعني إيران حققت أهدافها. بيصل بيك من خلال هذه المراحل إلى الحرب العالمية الثالثة. مش عارف أعمل إيه، صح؟ فكرة لعبة الشطرنج الدولي، مين هيقول للتاني كش ملك؟ Кто бы ни пытался помешать нам, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. الواد شلفطه ده ايده طويل، نقطعها له. لا، عينك عليه وبس. يعني عمك بايدن قعد مع رئيس اوكرانيا قال له عليا النعمه، روسيا بس تهوب ناحيتك لا هتلاقي القوات حلف الناتو عندك. طب روسيا يا عم دخلت وعملت اللي عملته، هو ايه الموضوع؟ أتتحدثون أثناء خطبتي الجليلة؟ كلكل معاش ولا كان اللي قطعك يا ذابح الخراف. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. ده مجنون. خلصان تماما. ربنا معاك، هندعي لك في الكنيسة بكرة، هنبقى نبعت لك شوية أكل ومش عارف إيه، نبعت لك شوية دولارات، هنعمل شوية عقوبات. مش لزوم حاجة، مش لزوم كده حاجة والله. كتر خيرك يا حاج، متشكرين جدا، متشكرين يا حاج. ماذا قال رئيس اوكرانيا؟ الخذلتنا اوروبا. الله 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 الله، عشمني بيه وغدر بيا. هي دي قواعد الحرب، الحرب قذرة. أي حرب اسمها حرب. الحرب دي كانت حرب تعتبر انتحار. بوتين اعلن انه لو اوكرانيا ما انسحبتش وجمدت طلبها ولغيته بتاع الانضمام لحلف شمال الاطلنطي مفيش يما ارحميني. في مجهود، نبذل مجهود في الارض عشان نوفر دم في المعركه. قال لك احنا هنطلع روسيا ديت من نظام الدولار العالمي سويفت، روسيا لا تقبض دولار ولا تاخد دولار. هدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بوقف تدفق إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا في حال فصل بلاده عن نظام الدفع الدولي المعروف بسويفت. الواد وشه ده ايده طويل، عينك عليه. عيني عمنا. وعلى فكرة الصين دلوقتي قالت لك ايه؟ بالمناسبة انا كنت ناسية، ايه يا صين؟ تايوان دي بتاعتنا. مالك بتبص لي كده ليه؟ امشي عد اللي يحتار عدوك فيك، لا دراع الشمال يشدك ولا دراع اليمين يطويك، هو كده. هل فعلا نحن على حافة الهاوية؟ هل نحن نقترب من حرب عالمية ثالثة؟ واللي خاف يحط
شفايف. لانه خلاص ده بيقول انه ايام ويحصل الاجتياح او الغزو الروسي لاوكرانيا. يوم الاربعاء القادم مش عارف الساعه كام. لا ده رئيس دوله طالع بيقول وبيحدد اليوم. قال لك احنا شفنا المدافع والدبابات اتحركت خلاص. قول المدفعيه تمشي، دي عيال تافهه وحلمها دلوقتي كلها، ها؟ وقول للقناصه مفيش حد يضرب. حلف الناتو الدول الاوروبيه اوروبا الغربيه عايزين يتمددوا ويتوسعوا ويضموا اوكرانيا لحلف الناتو. روسيا تقدر تغزو اوكرانيا من 3 نقط. 3 مع بعض. يبقى التهديد بدل ما يبقى عن بعد اصبح عن قرب. خلاص تهديد لازق في روسيا. انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين. يعني في 3 ساعات يبقوا عند الراجل الجميل الرئيس بتاعهم اللطيف ده. روسيا بتقول على جثتي انه اوكرانيا تدخل حلف الناتو. على جثتي وجثه شامبو. وشامبو دخلوا ايه في الموضوع؟ لقيت عرض عسكري لجيش اوكرانيا النسائي. هدي اعضائك، هدي اعضائك. هنحتلها زي ما خدنا قبل كده القرد، هناخد اوكرانيا. يعني مع احترامي للمرأة وقدرتها حاجة زي القمر. الحرمان اللي انت فيه هتوديك ده يا حاجة زي القمر وحاجة جميلة، انما دول مش هيقفوا قدام الغيلان بتوع روسيا. انتوا عارفين الجندي الروسي عامل ازاي وتسليحه عامل ازاي ودباباته. هو سعادتك الضابط اللي عمل العملية؟ لا توجد مؤشرات على سير الأمور في الاتجاه الصحيح أو لوجود نية لدى بوتين لخفض التصعيد، ولا يوجد سبب للتفاؤل. اهدى امال يا زكي، دي القعده هتطول، المهم ما تزهقش مننا. شوف ناس اوكرانيا احنا مالنا؟ لا احنا مالنا، وبعدين ربنا هيرزقنا ان احنا نطلع الغاز اللي موجود عندنا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح النسخة ال5 لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول. فانا النهارده لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. والله بتتدبر ده ساعات الواحد يصحى يلاقي الفلوس تحت المخده. النهارده 94 ولا 95 دولار ولا 96 دولار البرميل، وطالع هيقفز حتى ال 100 دولار. وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. بعد انت ما خدت الكلام ده على مدار ال 50 60 70 سنه اللي فاتوا واتغنيت انت وانا زي ما انا. صعوبة وجود استثمار، مصانع بتتوقف، وزيادة في البطالة نتيجة لأن هذا الملف غير متوفر، هروب استثمارات، حاجات كتيرة قوي. لما جت ان يبقى في فرصة عندي بتقولي لا ما تطلعش بقى. طب ما تطلعش ايه؟ لا ده شقاوة عجيبة ده. هو دلوقتي بيعمل حسابه ايه؟ لو روسيا قفلت المحبس، نعم، امريكا اوروبا تسلم؟ لا، لازم يوجد بدايل. نعم. لا عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده، اذا الغني يطلع يد الفقير. ايه سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك بيولعها جوه يا فندم عشان نستنى. عشان كده بنواجه تحدياتنا واحنا شغالين عشان نروح نكمل مشوارنا مع الرئيس في الولاية الجديدة لمدة 6 سنوات. بس ثواني يا عم علاء، عشان انا مش مترجم اللي انت بتقوله ده خالص. انا ما بقعدش هلفظ، ولا لما بضحك وبهزر وبقول كلام فيه ضحك وفيه تهريج وفيه بتاع ان انا بفوت. لا 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 من فضلك. في ايه يا استاذ؟ احنا صعايدة. لا تفهم كده، يبقى انت مسافر في 6 إلا تلت الصبح. هذه الحرب حرب فاصلة وحرب نهاية الزمان. شغل جوه ده يا شبح. وفقا لصورة الروم ان اللي هينتصر هو الحلف العربي الروسي. سامعين بقول ايه؟ ما تاخذنيش يعني يا باشا، مش حاطط ايدي على البلف، الدماغ مش واصله. ان لم يفيق العرب الى امر انفسهم فعليهم ان يتحملوا. ويل للعرب من شر قد اقترب، لان هذا الفيلم مصنوع مخصوص لحرب المدن. And all at the push of a button. 5 بالحب. هل نحن مقدمون على حرب عالمية ثالثة؟